النهاردة بداية قصة جديدة بتحكي عن أمير اسمه بيرن بيدخل حرب مع الأمير بلانش أمير مملكة كايروس. وفي أثناء خسارته للحرب دي بيصحى يلاقي نفسه شخص تاني تماما مقرب من عدوه اللدود بلانش. يلا نشوف ايه اللي هيحصل بالتفصيل في القصة. قصتنا بتبتدي بواحد اسمه كيري يعيني سهومة في كل جسمه، وواحد تاني اسمه الأمير بيرن بيقوله ان ما ينفعش دي تكون النهاية، وانه لازم يتمالك نفسه ويرجع يمسك سيفه مرة تانية. لكن بيقوله ان انا مقدرش اعمل ده، وان ده كل اللي في ايدي، وبيقول انه ياريت يقدر يرد الجميل للأمير بيرن. وفي الوقت ده بيقع وبيموت. الأمير بيقول ان في جماعة اسمها جماعة كيرس شيدها البشر والتنانين، وان كيرس دي طلبوا بالحصول على الكنز اللي بيملكه وطن الأمير ده بيكون اسمه سكريتا. المهم بيكون عنده كنز اسمه محور الزمن. في الوقت اللي كيرس طلبوا الكنز ده هم رفضوا، فكانت دي بداية حرب وطنه الأخيرة. بيقول بيرن ان هو عارف ان الوقت فات، هو بيحس بموته بيقرب، لكن الشخص اللي بدأ كل ده ملك كيرس، يعني المجنون اللي اسمه بلاش، لازم يكون ليه نهاية. فجأة بيظهر شخص غريب كده وبيقوله ان هو قائد فليك فالكان اسمه أرسن، وبيسأل البطل عن اسمه. البطل بيكون مش فاكر اي حاجة عن نفسه ومش عارف ايه اللي حصل، كل اللي بيقوله ان هو بيخدم الملك. أرسن بيقوله تمام هفتكرك يا ملك سكريتا، وبيعمل حاجات غريبة. بيقول بطلنا ان هو في اللحظة دي شاف كل حياته بأكملها، عيلته ووطنه اللي هو حبه وهو بيسكت. وفي اللحظة اللي اختفى فيها كل الضوء حواليه فجأة شاف ضوء على الشباك، وفجأة صوت حد بيقوله عليك الاستيقاظ يا سمو الأمير. بيلاقي الخادمات وحد بيقول إذا كان شاف أحلام سعيدة ولا لأ، والخادم الشخصي بتاعه بيقوله إن هو لازم يسرع لأن الأمير بلانش مشى دلوقتي بالفعل. هنا بيبص على إيده بيقول لكن أنا إيدي كانت مش موجودة، على ما يبدو يعني إن إيده كانت مقطوعة. المهم الخادم بتاعه بيقوله أنت بتقول إيه؟ والخادمات بيبدأوا يتكلموا بيقولوا إزاي دراعه السليمة اتقطعت، أكيد هو شاف كابوس. بيفكر بطلنا في إن هم عمالين يرددوا اسم أكتر شخص بيكرهه، وإن دراعه اللي ظهرت فجأة بعد ما كانت مقطوعة، وإن في حواليه مرافقون ما شافهمش قبل كده، بالإضافة لأنه بيفتكر ذكريات ما بتخصوش أبدا وهي بتملى عقله دلوقتي. وبيسألهم هو بيكون مين، ما بيكونوش فاهمين اي حاجة الخدم، لكن بيقولوا له ان هو اسمه كاليان راين كايروس الامير الثالث لكايروس. افتكر بطلنا الحرب ومبيكونش فاهم ايه اللي حصل. بسأل الخدم بتوعه عن تاريخ اليوم، بيقولوا له ان هو 28 من ابريل سنة 522. بيقول بطلنا ان هو رجع بالزمن شوية حلوين، وان الحرب الاخيرة لسه ما حصلتش اصلا. وبيفكر العنصر الثمين اللي بيمتلك قدرة للعودة بالزمن فجأة ظهر في قصره، القصر الملك السكريتا يعني اللي هو كان ملك عليها، وان الخبر كان انتشر بسرعة جدا، وحاكم القارة كايروس بدأ يطمع هو كمان في الكنز ده. الكنز بيكون اسمه محور الزمن، وبيفتكر وقتها وهما بيتناقشوا على متطلبات كايروس، وبيكون بطلنا وقتها بيقول ممكن يكون كايروس قوي جدا لكن محور الزمن بينتمي ليهم وهما ما يقدروش يسلموا عنصر خطير كده لعدوهم بأي طريقة، ورفضوا طلب كايروس وقتها. فبدأ الحرب معاهم زي ما يكون كان مستني الحرب دي. وفي الوقت اللي بيكون هو رايح للحرب بيجي شخص كده مش باين هو مين وبيعيط وبيقوله ما تروحش الحرب دي، كل اللي بيروحها بيموت وان هو ما يقدرش يخسر بقيتهم. بيقول في اليوم ده تشايس برضو اللي ما بيكونش مفهوم هو مين شاهد موته، اكيد ده بيكون حد من عيلته. المهم بيقول اذا كان يقدر يعود بالوقت قبل ظهور العنصر الفظيع ده، قصده على الكنز الثمين، لازم يقدر يصلح الوضع. وبيقوم يجري وبيفتح الشباك وبيقول اكيد تشايس هيونج ده اللي هو مش مفهوم هو مين اكيد استخدم محور الزمن وعاد بالوقت واعطاله فرصة اخيرة عشان يتجنب الحرب ونهاية سكريتا. بيقول هنا بطلنا الخدم ان هو اسف عشان خلاهم يستنوا، وان هو عليه انه ينتهز الفرصة دي عشان يصلح كل اللي حصل ويتأكد ان هو هينجو كأمير كايروس، امير اكتر بلد هو بيكرهها وعدوته واللي ادت لسقوط وطنه بالكامل.
بالفعل بيكون رايح الأمير عشان يتناول وجبته. الخدم بتوعه بيقولوله ان هو لازم يسرع دلوقتي. يفكر بطلنا بيقول ان هو متوقعش ان الأمير راند هيوصل الأول، وان راندل سايل ده هو الأمير الأول، وان الأمراء كلهم أنصاف أخوة، يعني كل حد من أم شكل. وبأمر من الملك تم تجهيز فطار من أجل الأمراء الثلاثة كل يوم، لكن حسب الذكريات كان دايما كاليان اللي هو يعني اتجسد في شخصيته بيتعامل كأنه مش موجود. هو بالفعل أول ما راح بيسلم على أخوه الأول ما بيردش عليه. بيقعد هنا بطلنا على الترابيزة وبيقول على ما يبدو الأخ الوحيد الغير موجود دلوقتي هو بلانش الأمير التاني اللي شن الحرب ضد دولته. في الوقت ده بلانش الأمير التاني بيدخل فعلا، واللي بيكون متعصب جدا ومش عامل لهم أي اهتمام. بيفكر بطلنا وبيقول مش معقول ازاي ممكن عضو ملكي في العالم يكون بيتعامل بالشكل ده، هو أكيد الملك المجنون بلانش فعلا. وبيقول ان اللي بيفتكروا دلوقتي ان الامير الاول مقدرش يتكلم مع الامير التاني، وده لان ملكة كايروس الحالية هي والدة بلانش البيولوجية، ومفيش اي حد في القصر يقدر يجرؤ على تحدي سلطتها. وبيقول ان من المزعج التفكير في النجاة من عيلة زي دي. وبيبدأ يفطر، لكن في الوقت ده بلانش بيقوله ان هو ما عندوش اي لباقة، وانه اكيد اخد العادات دي من والدته. بطلنا بيحط فنجان القهوة، بيقول ان هو لازم يتحمل ده ويسكت خالص، لان هو ما ينفعش يضيع الفرصة اللي وفرها ليه تشيز. لكن هو جايب اخره منه، هو مش قادر يشوف الشخص اللي دمر موطنه وما يقومش يخلص عليه في نفس اللحظة. بيكون عمال يبصله بقرف جدا، لكن ما بيقدرش يتكلم. في الوقت ده بلانش بيقوم يكسر كل حاجة وبيقول له انت ازاي بتبص ليا كده، وبيقول ان شهيته راحت بسبب انه شاف العيون الدموية دي. هو بيقوم يمشي. في الوقت ده اخوه الامير التاني بيقول له ان هو لازم ينتبه لتصرفاته، وده لان اقترب موعد حفل ميلاد جلالة الملك، وان هو ما ينفعش يسبب فوضى في وقت قريب من اليوم الخاص ده. بيفكر بطلنا اذا كان اللي حصل ده غلطه اصلا. الخادم بيساعد الامير وبيقول له ان هو مفيش يوم بيعدي من غير مشكلة. كاليان بيبص الخادم بتاعه بيقول على الاقل انا عندي خادم مخلص، على الرغم من ان هو شاهد المعاملة الحقيرة اللي اتعاملت بيها النهاردة. وبيشكر الخادم بتاعه وبيكون بيضحك. بيكون الخادم بيفكر في ان في العادة كاليان هيبكي في صمت بس بعد الموقف اللي حصل ده، لكن على غير العادة هو دلوقتي بيشكرني وهو مبتسم. بيقول كاليان ان ملكة كايروس الاولى اسمها التنينة سيسيفا، شعرها مظلم جدا بظلمة الليل وعينيها حمرا جدا، الحقيقة بتكون جميلة قوي. المهم كان كاليان الامير الوحيد اللي ورث خصالها الظاهرية دي، لكن قواه اللي حصل عليها كانت مثيرة للشفقة جدا، وان على طول كان كاليان بيحاول يخفي عينيه الحمرتين، بما ان بلانش يعني كان بيكرههم. يعني السبب في الوسواس ده كان ان بلانش كل ما يشوفه يقوله ان عنده عينين دموية مثيرة للشفقة. بيفكر بطلنا وبيقول ان هو مش مبسوط ابدا، ان هو بيحس كأنه بيبص على ذكريات حد تاني غيره، لكن هو كان بيخفي عينيه بس بسبب خوفه من شخص مثل بلانش. وبيقول ان هو الشخصية اللي اخدها دي شخصية واحد احمق. وبيكون هو والخدم رايحين مكان كده، لكن بيرجع في كلامه وبيقول لهم انهم هيرجعوا. الخادم بتاعه بيسأله عن السبب اللي يخليه يتصرف بغرابة جدا كده، وبيقول له اذا كان قرأ رواية عن الفرسان في الليلة اللي فاتت، وده لان الامير الثالث اللي هو يعني كان بيخاف من حاجات كتير قوي وما كانش عنده حد بيدعمه، وكان شخص ضعيف جدا وما عندوش اي قوة لحماية نفسه حتى. في الوقت ده كاليان بيسأل الخادم عن عمره. بيقول له الخادم ان هو هيبقى 15 سنة بعد 4 شهور. بطلنا بتصدم جدا. بيقول ان هو على ما بيفتكر ان كاليان اتعرض للاغتيال في اليوم ده، ان هو حاول تسميم الملكة لكن فشل، وبعد ده شنق نفسه خوف من العقاب، او على ما يبدو ده اللي اعلنوه يعني للعامة. لكن في الواقع بما انه دلوقتي بيجسد شخصيته هو ما عادش مصدق اي حاجة من دي، وان هو اكيد حد بالشخصية دي مستحيل يقتل نفسه، وان حد اللي قام بالمهمة دي. وبيعدي الوقت وبيقول ان ما عادش الا شهر او 2 على اليوم ده، وعلى الرغم من ان هو لسه لحد دلوقتي ما يعرفش ايه اللي حصل لجسمه الحقيقي، جسم بيرين يعني ما يعرفش اذا كان حد قتله ولا مات ولا لسه عايش اصلا. المهم بيقول ان هو ما يقدرش دلوقتي يفضل واقف يتفرج وما يعملش حاجة. في الوقت ده بيطلب من الخدم بتوعه ان هم يجيبوا له مقص، وبيقول ان هو لازم دلوقتي يغير بعض الاشياء، واذا كان المستقبل متحدد بشكل مسبق هو اكيد لازم يغيره، وانا ما ينفعش الاحداث تمشي زي ما هي عليه.
بيمسك المقص وبيقوم بقص شعره عشان عينيه الحمرا تبان كويس جدا. الخدم بيقعدوا يقولوله ان الامير بلانش هيكره ده. بيفكر بطلنا ان هو ما يقدرش يعيش زي الحمقى لمجرد ان الامير بلانش كره حاجات خاصة بيه، وان هو هيعتني بكل الامور بنفسه. وبالفعل بيروح الفطار تاني يوم وهو حالق شعره ومبين عينيه الحمرا اللي بيكرهها بلانش. طبعا بلانش بيتضايق جدا اول ما بيشوفه. وهنا بيخلص فصلنا. يا ترى هيعمل ايه بلانش فيه؟ وهل عينيه الحمرا دي اصلا قوة خارقة ممكن يستفيد بيها؟ عشان كده بلانش مش حابب ان هو يبينها ولا لا؟ ده اللي هنعرفه من خلال القصة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وسيبوا رأيكم في القصة في كومنت عشان اعرف اذا اكمل فيها ولا فكس لها نشوف قصة تانية. وقولوا لي توقعاتكم عن اللي هيعمله الامير بلانش. الى اللقاء في الفصل القادم والقصة قادمة.